السلام عليكم. في مرّة أحد الأصدقاء كان سألني، قال لي: "تفتكر إيه الفرق ما بين الابتكار أو الإبداع والتقليد؟ هل التقليد فعلًا حاجة وحشة والإبداع هو طبعًا أفضل؟" في الحقيقة أنا شايف إن الأمرين هُم وجهين لعملة واحدة، ما حدش بيبدع غير لمّا يقلد. في مثال رائع كنت قريته زمان عن الموضوع دوّة، بيشبّهه بين النملة والنحلة، وقال لك إن النملة ديّة هي حياة الطالب أو حياة الباحث إن هو بيتلقّى الأمور اللي موجودة دلوقتي، بمعنى إيه؟ النملة بتاخد الحبوب وبتخزّنها على هيئتها، يعني والله بتاخد حبّة الرز بتخزّنها زي ما هي تفضل رز، وبتاخد حبّة السُكّر بتخزّنها زي ما هي وتفضل سُكّر، زي الباحث بالضبط، الطالب سواء في الحياة الإعدادي أو الابتدائي أو الثانوي، مجال دراسته كلّها حتى التعليم الجامعي بيفضل إن هو يتلقّى العلوم وبيخزّنها في دماغه زي ما هي، يعني والله بنقول له 1+1 بيساوي 2 بتتخزّن في دماغه، ما بيبتكرش حاجة جديدة، بيبقى عامل بالضبط زي النحلة sorry زي النملة، إن هو بياخد العلم كما هو بيخزّنه في دماغه، ييجي عند وقت معيّن يبدأ الطالب أو الباحث دوّة أو متلقّي العلم دوّة، يبدأ يضيف على العلوم ديّة، هاقول لك مثال، واحد مثلًا شخص ما دارس مجال وليكن مثلًا الelectronics فخَد المجال زي ما هو وسجّله في عقله زي ما هو كسياسة النملة، فهو متلقّي فقط، ونفس الشخص دوّة جه بعدها دخل في مجال تاني، وليكن مثلًا مجال مثلًا الفضاء، وبرضه هيكون زي النملة بياخد العلوم يتلقّاها ويدرسها ويحفظها كما هي، ما بيغيّرش فيها، ما بيضيفش جديد عليها. بعد فترة من الإتقان وبعد فترة من المخزون دوّة لمّا يوصل لمرحلة بالنسبة له زي مرحلة نضج في دماغه يبدأ إن هو يبدع، يبدأ إن هو يركّب المجال الأول مع المجال التاني، فيطلّع حاجة جديدة صعب على غيره إن هو يطلّعها. وكان وقتها شبِّه الكاتب الشخص اللي هو بيقدر يخزّن المعلومة في شكل ويحوّلها لشكل تاني بإن هو زي النحلة. النحلة زي ما إحنا عارفين بتاخد الرحيق وبتحوّله لعسل، فالنحلة هنا مبدعة، إن هي خدت الصورة أو خدت الكلام أو خدت البيانات في صورتها الأولية وعملت لها عملية معالجة وخرجت بمنتج مختلف عن البيانات الأولية ديّة ويفيد أكتر. ففي واقع الأمر إن أنت علشان تكون نحلة لازم تبدأ تكون نملة. أنت أي مجال مهما كان علشان تبدع فيه لازم تاخد المعلومات الأولية وتنقلها وتحاكي نفس تفكير المُعلِّم بتاعك. يعني مثلًا في مجال الطب، طالب الطب دوّة بيبدأ إن هو يتعلّم كل مبادئ الطب. ويتعلّم التكنيكس الجديدة والحديثة وكل حاجة كما هي في الكُتب، ويحاول يطبّقها بنفس الكفاءة اللي بالكُتب أو إن المُحاضر بيتكلّم عليها، لحد ما ييجي وقت الطالب دوّة يبدأ إن هو يكون باحث دكتوراه، فيبقى مطلوب منّه الإبداع، مطلوب منّه إنه يكمّل على العلم حيث انتهى الآخرون، فما حدّش بيبدع من الصفر، أنت لازم عشان تبدع في مجالٍ ما، لازم تبدأ نملة عشان تنتهي نحلة. شكرًا.